تمشي أولادها على المدرسة، تعمل حاجة، تعمل الأكل بتاعها، تيجي بس على التسخين أو تسويه نص تسوية، ولما بتروح بتكمل بقية التسوية بتاعته. ما بيحصلش أي حاجة. دي أول حاجة بالنسبة للست اللي بتشتغل. تاني حاجة هي بتودي أولادها المدرسة، وهي راجعة مثلا بتجيبهم، أو بيروحوا زي ما بيروحوا بيرجعوا على البيت مثلا في وقت ما هي بتكون موجودة في البيت، فبيتغدوا. تمام. وبعد كده بعد ما يتغدوا افضل ان الطفل ينام له ساعة او ساعة ونص. تمام. في كلتا الاحوال انا بفضل ان الطفل ينام له ساعة او ساعة ونص، بس مش اكتر من كده. خلاص هيصحى مثلا على الساعة 4 او 5. طبعا هتكون اتغديته والطفل نام وخد راحته في النوم، هيصحى يعمل واجباته، يشوف اللي وراه. طبعا قبل اي حاجة ممنوع الموبايلات خلال اليوم الدراسي. والله انت عايز الموبايل، خلاص تخلص حاجتك الاول، وبعد كده تاخد الموبايل مثلا من نص ساعة لساعة في اليوم اذا امكن، اذا تبقى وقت. طبعا اول ما الطفل يصحى من النوم لازم نعلمه ان هو يتوضى ويصلي. خلاص. على فكرة يا جماعة، والله العظيم الكلام اللي انا بقوله ده مهم